يسعد مساكم يا جماعة، كيف الحال؟ كأس العالم صار له خالص تقريبا 10 أيام، وهلأ صار الوقت لحتى نجيب أنا وياكم عن السؤال يلي بيقول من هو الأفضل في الحقبة الكروية في هذه الأيام أو في 15-20 سنة اللي راحت. هذا السؤال يلي دائما كنا نسأله لحالنا ونسأله لمتخصصين بكرة القدم ونسأله لرفقاتنا وبين بعضنا ونتخانق عليه وممكن نتضارب عليه. من هو الأفضل، كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي؟ بما أنه اثنيناتهم هلأ خلصت مسيرتهم الكروية إلى حد بعيد، ولا سيما على المستوى العالمي مع المنتخبات. طبعا هذا الفيديو راح يكون سريع، ما راح طولوا عليكم أنا، ولكن راح الفت نظركم لعدة امور. اولا على المستوى الرياضي، بالنسبه لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اثنيناتهم عندهم مقومات وعندهم ايضا قدرات خياليه خرافيه ما كانت موجوده عند غيرهم. يعني على سبيل المثال كريستيانو رونالدو يتمتع بالسرعه الكبيره التي لا احد يستطيع ان يضاهيه بها حتى ليونيل ميسي. كريستيانو رونالدو اسرع من ليونيل ميسي، هي واحد. اثنين، بالنسبة للضربات الحرة المباشرة، اثنيناتهم شاطرين بالضربات الحرة المباشرة، ولكن كريستيانو رونالدو أهدافه بالحرات المباشرة هي أجمل من ليونيل ميسي. هاي الشغلة الثانية. طبعا أنا ما عم أقول ليونيل ميسي هو ما له علاقة بالحرات المباشرة، إنما رونالدو هو متفوق وعدد الأهداف هي التي تشير إلى ذلك. أنا ما أجيب شيء من عندي. ثلاثة، بالنسبة للارتقاء في الهواء والأهداف الرأسية، هاي ما في حدا بيقدر أن ينكر أنه كريستيانو رونالدو هو أفضل من ليونيل ميسي بهذا الموضوع. هاي ثلاثة. أربعة، وبنتذكر عفوا أنا بس بذكركم بشغلة، الهدف اللي سجله قدام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا بدور 16 لما ارتقى، الزلمة نط 1.6 سنتيمتر، متر و6 سنتيمتر، لحتى صار ارتفاع رأسه 2.93 سنتيمتر. تخيلوا، أعلى من العارضة تبع المرمى. فكلها نتذكر هذا الهدف، وهذا بيصب بمصلحة كريستيانو رونالدو. على مستوى الأهداف الجميلة من الدبل كيك، الدبل كيك، شوفوا افتحوا على الانترنت وشوفوا كم هدف سجل كريستيانو رونالدو بطريقة الدبل كيك، واللي بتعبر عن انه اللاعب هو انسان احترافي، وايضا وصل لمرحلة كتير متقدمة بكرة القدم. هاي الاهداف ما بنشوفها كتير عند ليونيل ميسي. وايضا التسديد من خارج منطقة الجزاء من بعيد، لمجرد انه كريستيانو رونالدو يشوط الطابة من برا منطقة الجزاء فهي بنسبة 90% هدف، وهذا الشيء ايضا ما كنا نشوفه عند ليونيل ميسي. اما شفنا كتير شغلات عند ليونيل ميسي بانه هو لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب مراوغ، لاعب يصنع اللعب. كريستيانو يسجل، ميسي يصنع ويسجل. هي الشغله اللي بتفوق فيها ليونيل ميسي على كريستيانو رونالدو من وجهه نظري انا، ومن وجهه نظر كثير ناس واراء. فهو بيصنع وبيقود بارض الملعب وبيقود الفريق، وهو قائد ناجح جدا، وهذا الشيء بتفوق فيه على كريستيانو رونالدو. كل العالم بتعرف هذا الشيء. هاي خلصنا منهم رياضيا على السريع. طبعا ممكن نحكي عن الانجازات الفرديه، اثنيناتهم عندهم انجازات فرديه. كريستيانو رونالدو 5 بالون دور، ميسي 8 تقريبا. كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لكره القدم، 950 كذا جول، ممكن اذا كمل مع النصر السعودي يتجاوز ال 100 جول. وايضا ميسي تقريبا 890 هدف، ايضا هو خلف كريستيانو رونالدو، ولكن هو كمان داف وايضا يتمتع بارقام فرديه ممكن تكون افضل من كريستيانو رونالدو، لا سيما مع منتخب الارجنتين اللي حقق معه انجازات تزيد قليلا عن الذي حققه كريستيانو رونالدو مع البرتغال. هاي خلصنا منهم رياضيا. خلونا نحن كجماهير عرب ومسلمين، هذا الشيء لفت لي نظري كتير بكأس العالم الأخيرة، واللي عن جد قهرني من جوا، إنه في ناس عم تدافع عن ليونيل ميسي وعم تعشق ليونيل ميسي وعم تعشق الأرجنتين وإلى آخره. أنا ما فيني أفصل الرياضي عن السياسي بشكل كامل، وخصوصا إذا كان السياسي يؤذيني ويؤذي أهلي ويؤذي أمتي. أنا كعربي مسلم ما فيني ما أتعاطف، وما فيني ما أشوف كريستيانو رونالدو أفضل من ليونيل ميسي بعد ما أشوف تصريحاته أنه هو مع العرب والمسلمين، وبعد ما أشوف أخلاقه. هلا رح احكي شوي تاني على الاخلاق، خلينا هلا بموضوع السياسي وموضوع العرب والمسلمين. كريستيانو رونالدو هو اقرب الى العرب والمسلمين، والدليل على ذلك انه اجى على السعوديه ولعب مع النصر السعودي. ليونيل ميسي راح على امريكا، مع انه كان في عرض له من السعوديه، وعرض لسه اكبر من عرض كريستيانو رونالدو كان ماديا. هذا الشيء بدل على كل واحد شو ميوله وشو تأييده او شو داخليته. فانا شخص مثلا بيروح على حائط البراق، حائط المبكى عند اليهود، وبيلبس الكيباه وبيقعد بيصير بيبكي عند حائط البراق، وبيروح على تل أبيب وبيلعب مع منتخب الأوروغواي مباراة ودية بتل أبيب، وبيروح بده يلعب مباراة أيضا مع الكيان، مع منتخب الكيان بتل أبيب، ولكن للغضب العربي وقتها تلغى المباراة، ولكن هو كان بده يروح، على العلم انه هو ذكي. هو ما صرح، لانه عنده مستشارين اعلاميين انه دير بالك بتخسر كثير جماهير عربيه واسلاميه على مستوى العالم، دير بالك تصرح. بس تصرفاته مبينه شو هي.
فانا ما فيني، مستحيل افصل انا. يعني انا هلا وسط الفن بشتغل مثلا بالدوبلاج، يعني على سبيل المثال في اشخاص تعرفت عليهم قلت يا سلام ما احلاهم، كنت شوفهم على الشاشه طلعوا احلى من الشاشه، وفي ناس كنت اشوفهم حلوين على الشاشه تمنيت لو اني ما عرفتهم ولم التقي بهم ولم اسمع منطقهم ولا ارى اخلاقهم، والله العظيم. فلذلك يا عزيزي ما فيك تفصل الاخلاقي عن المهني. بنروح اخلاقيا، كلياتنا شفنا الفيديوهات ولا راح احط لكم فيديو تشوفوه، تعامل ليونيل ميسي مع الاطفال المحبين اللي بيجوا لعنده بيركضوا لعنده كانه هو ما شايفهم وبيتفركش فيهم وبيمشي لا مبالي. على العكس كريستيانو رونالدو لما يشوف الاطفال بيلاعبهم بتواضع، بيعاملهم بتواضع، بيعاملهم بمحبه. هاي الفيديوهات شفناها. وايضا تعامله بارض الملعب، شفنا ليونيل ميسي كيف بيخبط وبيكسر، ومع هولندا بيضرب الطابه بايده مدري وين، بيدعس على اللاعب الفلاني بيشوط اللاعب العلتاني. كاس العالم بيجي كوكوريلا بيدري شو عم بيقول له، فبيجي بيرفع ايده بده يفسد عليه. بالوقت اللي كريستيانو رونالدو لاعب بين كاس العالم بيجي بيحط ايده وبيجي بيحكي معه بيقول له لا تحط ايدك، هلا بيفكروك انه ممنوع انك تحط ايدك، تاخذ بطاقه صفراء. هيك كان النظام بكاس العالم. فشوفوا الفرق بالاخلاق بين الاثنين، تعاملهم بالملعب مع الخصم والى اخره. مقارنه سريعه ما بين اللاعبين هي اكيد ما بتختصر مسيرتهم الطويله الكرويه، ولكن يعني حاولنا قد ما فينا انه نختصر. فراجع حالك عزيزي محب ليونيل ميسي ومنتخب الارجنتين، راجع حالك، ما بدك الا التعصب. يعني بس حبيت الفت نظرك، يعني هيك من زاويه اخرى حبينا نقول لكم الموضوع. ضلوا بخير، اشوفكم بفيديوهات مقبله، سلام.